درجة الحرارة عالية جدا واحنا في الصيف وجو حر قوي، ازاي نعرف نتعامل مع اولادنا في درجة الحرارة العالية دي؟ انا دكتورة نيفان رضا، استشاري اطفال واخصائي تغذية علاجية وعلاج سمنة ونحافة. هنتجنب ان احنا نخرج من البيت اصلا فتره النهار خالص لحد الساعه 6 لحد ما نطمن ان الشمس راحت والجو بدا يهدى شويه، لان وقت الظهيره ده درجه الحراره بتبقى عاليه جدا، فيا ريت ان احنا نتجنب الخروج خالص من البيت. طب افرض ان احنا ما عرفناش واحنا نازلين، يبقى في حاجات لازم هنعملها قبل ما ننزل. مهم جدا انك تخلي بالك هتشربي ابنك كويس ميه وعصاير قبل ما ينزل، وهيبقى معاكي ازازه ميه وهيبقى معاكي عصاير، وطبعا العصاير دي لازم تبقى فريش افيد للطفل، لان العصاير الجاهزه المعلبه احنا مش ضامنين سلامتها دلوقتي، درجه الحراره عاليه جدا، ما تضمنيش المحل او الكشك اللي حاططها متعرضه للشمس بقالها قد ايه، فممكن تفسد الماده الصناعيه اللي فيها والماده الحافظه اللي فيها والالوان فتفسدها وتبقى سامه. فيا ريت بلاش العصاير الجاهزه دلوقتي، خلينا في العصاير الفريش عشان نستفيد بيها. دول بالنسبه للاطفال العاديه من اول سن سنتين. الاطفال الرضع بقى نخلي بالنا كويس قوي ان انا هشربه ميه وهزود عدد الرضعات بتاعتي معاه. ده بالنسبه للشرب وللسوائل. مهم جدا ان انا اخلي بالي ان كل نص ساعه اشربه ان شاء الله 5 سم ميه او بق ميه او بق عصير، لازم كل شويه ادخل جسمه السوائل. دلوقتي لازم يبقى معايا ازازه ميه برده، مهم جدا عشان اغسل وش الطفل كل شويه عشان اقلل درجه حراره الطفل عشان ما يسخنش مني من الجو. واحنا خارجين ومعانا العربيه يا ريت بلاش نسيب الاطفال جوه العربيه ونقفل عليهم ونسيبهم، خطر جدا حتى لو مشغله التكييف. ليه بقى؟ لان درجه الحراره جوه العربيه بتبقى اعلى بكتير من بره، وما بتبقيش ضامنه انت نازله تجيبي حاجه وقفلتي عليهم عشان تبقي مطمنه، ما تضمنيش انت تتعطلي قد ايه، دقيقه 2 3، فما تضمنيش في الحر العالي ده. يا ريت بلاش نسيبهم في العربيه ونقفل عليهم، ودي في ايديكي احسن. اهم حاجه ان انت تخلي بالك من هدوم ابنك كويس قوي، لازم الهدوم تبقى كلها قطن وتبقى راق واحد في الحر اللي احنا فيه ده. ما تلبسيش هدوم تقيله، ما تلبسيش اكتر من طبقه، لازم هي طبقه واحده خفيفه قط او نص كم، وما تلبسيش تحتيها حاجه. خلي بالك دايما ان خامتها تبقى ناعمه وطريه وتبقى قطن 100%. بلاش الحاجات التقيله، بلاش الحاجات الجنسات، بلاش الحاجات اللي فيها لياقات تقيله وفيها قلبات عشان ما تحررش الطفل. خلي بالك دايما ان انت ما تلبسيهوش لا شرابات تقيله ولا جزم مقفوله كتير، يا ريت تبقى سليبرات وصنادل مفتوحه عشان تبقى التهويه كويسه للطفل. بلاش ان انت تحطي له طاقيه على راسه الا لو هو هيخرج في الشمس، وهتلبسيه الكاب اللي يحميه من اشعه الشمس. والافضل لو انا معايا اطفال صغيره من سنه لحد 3 سنين يبقى معايا عربيه الاطفال، حلوه جدا. اولا هتريحك من شر الطفل في الحر دوت، هو هيبقى نايم وقاعد فيها مرتاح، بيبقى فيها شمسيه وهتحميه من اشعه الشمس، هيبقى بس الجو الحر اللي حواليا. طب لو ما خرجناش وقعدنا في البيت الموضوع هيبقى اسهل واحسن بكتير. تخلي بالك بقى ما تفتحيش الشبابيك في الحر ده، يعني لو هتفتحي الازاز وهتقفلي الشيش، بلاش تفتحي الشبابيك مباشر عشان ما تدخليش الصهد والجو الحر جوه البيت. تاني حاجه لازم تشغلي المروحه او التكييف وباستمرار ما يطفيش، مش هيبقى ضارب في الاطفال ومتسلط عليهم، بس تبقى الجو المكان طري. لازم تحمي الطفل مره واتنين في الحر ده، مهم جدا جدا عشان ترطبي جلده وتنزلي درجه حرارته. كمان لما هاجي اعمل اكلات خلي بالك دايما ان اكلات الصيف غير اكلات الشتاء. دايما الصيف بيحب الاكلات الخفيفه السريعه اللي ما تبقاش سخنه، اللي تبقى طريه ما فيهاش دهون كتير. ما يجيش في الصيف واعمل عدس وسخن وطب يحتفظ بدرجه الحراره وبيحرر، لا خليني دايما في الحاجات البسيطه الخفيفه والفاكهه والعصاير. هعمل جيلي، هعمل كريم كراميل، هعمل مهلبيه، هعمل رز بلبن، الحاجات الحلوه الخفيفه اللي بتنزل درجه حراره الجسم نفسه. مهم بقى بعد الكلام اللي احنا قلناه ده، لا قدر الله لو الطفل اتعرض لدرجه حراره عاليه لازم تخلي بالك من علامات مهمه جدا بتدل على الطفل ده ممكن يكون اتاثر بدرجه الحراره العاليه وبالجو الحر ولا لا. يبقى في احمرار في وش الطفل جامد على طول، دايما يبقى وانت بره معاكي ازازه ميه تغسلي بيها وش الطفل على طول عشان تهدي وتنزلي درجه حرارته. ما يبقاش الطفل كسلان، لو كسلان وقاعد مش قادر يعيط وهمدان تعرفي ان هو كده بدا يفقد الميه من جسمه وبدا يتاثر بالحر. العياط المستمر للاطفال الرضع، هو عمال يعيط وانت مش عارفه هو بيعيط ليه، هو حران. خلي بالك من العياط المستمر بتاعهم. في الحاله اللي زي كده انا هاخده هحميه وهشطفه وهشربه ميه واديله سوائل، هتلاقي الطفل فاق معاكي وبقى كويس. خلي بالك من الحاجات دي كويس قوي، وخليكي مركزه جدا مع طفلك، وربنا يحفظ اولادنا واولادكم جميعا.